من الأخبار المضحكة اللي سمعها سمعها الإنسان هذا الصباح هذا ولا البارح. قال لك أسيدي البوليزاريو كطلب من المينورسو أن يسمح ليهم باش يدخلوا للمناطق العازلة اللي كتسمى المناطق العازلة، حيت كانوا كيدخلوا تما كيرعاو هذا، فطلبوا المينورسو باش يحميهم يدخلوا، لأن قال لك تما كاين الرعي وكاين هذا، فبغاو يدخلوا الناس يسرحوا ويرعاو في المناطق العازلة. قبل القرقارات كان المغرب كيغض الطرف على الناس اللي كانت كتدخل تماك، وكانوا البوليزاريو كيدخلوا لتيفريتي ويديروا فيها كاع داك الذكرى السنويه، الاحتفالات ديال تاسيس البوليزاريو والخيام والقيام مع الكحلانات، وداروا القرقارات. المغرب سد. فالمساله اللي ماشي قانونيه واللي مسجله في الامم المتحده ان هذيك مناطق عازله، يمنع منعا باتا باش يدخل ليها شي حد من البوليزاريو ولا من الجيش المغربي. لكن نتوما كذبوا عليكم، قال لكم هذيك اراضي محرره وكنتو كتدخلوا ليها. المغرب كان كيغض الطرف كيقول ماشي مشكله خليهم، والمينورسو كان كيشجع في المينورسو ان دائما كاين خرق الاتفاقيات وقف اطلاق النار مع الامم المتحده، لان كما كتعرفوا المغرب دار اتفاقيه مع الامم المتحده ماشي مع البوليزاريو، كما البوليزاريو دار اتفاقيه مع الامم المتحده. وكان المغرب ديما كينبه لهذه المساله، ولكن رغم ذلك كان كيخليهم ما كيتعاملش معاهم، لان المنطقه العازله هي منطقه عازله غادي تبقى فارغه باش حتى حد ما يدخل ليها. والمغرب كان دايرها عمدا باش ما يكونش عنده داك الجيش ديالو، يكون عنده ديك المنطقه ديال التماس مع الجيش الجزائري على الحدود. لكن نتوما كذبوا عليكم بزاف، قال لكم هذيك مناطق محرره، وبديتوا كتدخلوها وكتصحابوها فيها مناطق محرره. وسيروا قولوا الامم المتحده دابا راه هذيك مناطق محرره بغينا ندخلوا نرعاو فيها. الا حررتوها ما تحتاجوش كاع تطلبوا الاذن ديال الامم المتحده، دخلوا ليها الا عندكم داكشي اللي كنعرفو. علاش غادي تطلبوا الان الاذن من الامم المتحده باش تدخلوا، ولا من المينورسو باش يحميكم تدخلوا للمناطق المحرره كما كتسميوها؟ حيت هو المينورسو فاش غتحطوا ليه هذه الرساله هذه باش يحميكم في المناطق باش ترعاو، غادي يقول لكم اودي راه اصلا داك الدخول ديالكم لديك المناطق في ذاك الوقت راه كان ضد القانون الدولي وضد الاتفاقيه، لان هذيك المناطق عازله ممنوع يدخل ليها شي حد. فكنتو كتدخلوا وكديروا داك الخرق، لكن المغرب كان دائما كيغمض عينه وكيخليكم ما كيهضرش، فقط كينبه الامم المتحده على المساله، كيقول لهم راه خرقوا القانون ودخلوا المناطق العازله. لكن نتوما بقوه ديك الثقه في النفس وليتو كتقولوا كاع اراضي محرره، والبوليزاريو تسيطر عليها وسيروا قولوا الامم المتحده ديك اراضي محرره بغينا نرجعوا ليها، ولا ما تحتاجوش اصلا تقولوها الامم المتحده ولا تقولوها المينورسو تطلبوا الاذن ديالهم بغينا نرجعوا يحميونا من الدرون المغربيه. المينورسو براسو غادي يقول لكم هذاك راه خرق القانون، خرق الاتفاقيه، هذيك مناطق خصها تبقى خاويه، ما نقدروش حنا ندخلوا ونقولوا اودي راه خصكم تدخلوا ترعاو فيها باش يخليكم المغرب. لا ممنوع عليها، حنا ما عارفينش شنو الهدف تدخلوا ديروا فيها خيام وديروا بحال اكاديميزيك تولي ساكنين تماك، والمغرب ما يقدرش ديك الساعه يتعامل معكم وتقولوا هذيك هي، لان تحولوا كلكم تقولوا هذيك هي الاراضي فعلا المحرره. ممكن هذا هدف ايضا غادي تسربوا من ضمنكم، الناس اللي غادي تبقى تصيفط صواريخ ودوك الاقصاف ديالكم في وسط المنطقه العازله وسط المدنيين، والمغرب ما يقدرش يرد، لان كاين مدنيين ورعاة اللي ما يقدرش المغرب، ابرياء ما يقدرش المغرب يضربهم. هذا هدف ثاني ايضا، فشكون غادي يسمح بهذا الشيء؟ لا المغرب غادي يخليكم تجلسوا في المنطقه العازله وتدخلوا لا ترعاو ولا تزمروا تماك، ولا المينورسو غادي يقبل، لان يقول لكم هذاك راه فيه خرق القانون، لان في القانون ان المناطق العازله مناطق عازله ما خص يدخل ليها حتى شي واحد. ما تطلبوش منا اليوم بان نسمحوا لكم تدخلوا ترعاو تماك، لان هذا خرق. فهمتي ولا لا؟ فغريب هاد الناس هادو، ولكن كيبان لك بان اللي دار هاد الرساله هو غالبا غادي يكون كرغولي، لان هادوك اللي ما كيفهموا والو لا في قوانين دوليه ولا في احترام اتفاقيات ولا حتى في شي حاجه. دوك ناس اغبياء وغاديين بتيسير الله، وكيقدموا معاهم هادو خرجوا عليهم صيفطهم الكركاره حتى خرجوا عليهم، دابا غادي يزيدوا يخرجوا عليهم في امور اخرى. السلام عليكم.